الو، مين معايا؟ الو، انت مدام ديما زوجة سيد مراد؟ ايوه هي مدام ديما. اتفضل. شو حصل حاجة في الشغل ولا شو؟ انت مين اصلا؟ انا الدكتور. سيد مراد هنا؟ لا. قولي لي انا، وكمان لما يرجع البيت يعني اقول له ولا شو؟ طيب شوفي شو صاير. انت هي مدام ديما يعني؟ ايوه انا هي مدام ديما. التحليل تبعك طلع يعني انت بريتي من هذا المرض، يعني ارتحتي. الحمد لله. شو يعني؟ انا ما عاد عندي اي مرض؟ ايوه انت ما عاد عندك اي مرض. كيف؟ لا مستحيل، انت شو عم تحكي؟ طبعا انا عندي مرض نفسي. كيف يعني كده تعالجت بسرعة يعني؟ ايوه انت يعني ما عاد عندك اي مرض الحمد لله. واخيرا. شو اخيرا؟ اسمعني وركز معايا انت. مستحيل مستحيل مراد يعرف بهذا الموضوع. سمعان عليا وفاهم؟ مستحيل مراد يعرف انه انا بريت من هذا المرض. كيف مستحيل يا مدام ديما؟ كيف؟ شو كيف؟ اسمعني وركز معايا. انت هتكلم مراد وتقله انه مدام ديما ساءت حالتها ولازمها علاج، ولازم تبقى معاها وقت طويل جدا. وبعدين انا رح اكافئك بمبلغ غالي جدا. تمام؟ موافق ولا لا؟ انت شو عم تحكي مدام ديما؟ مستحيل اعمل كده. لا رح تعمل. انت رح تعمل. لو ما بدك تعمل انا رح اتصرف معاك. شايفين عيلتك هدول رح يموتوا من كلمة مني. تمام؟ انت شو عم تحكي يا مدام ديما؟ شو عم تحكي؟ لا. شو لا؟ شو رح تقبل الموضوع ولا لا؟ تقبل انه يموتوا اولادك وزوجتك في نفس الوقت ولا لا؟ تمام رح اقول له كده. تمام خليك كده. اوكي يلا باي. مع السلامة. يعني فكر حاله اني انا رح خليه يعمل كده؟ مستحيل. من هداك اليوم ما اتصلتش. شو بدي اعمل؟ كيف رح اجيبها؟ كيف رح اعرف مكانها انا؟ يا عمري يا اختي يا مريم، ما تخافيش يا روح اختك، رح اجيبك ورح القى مكانك حتى لو كنت في اخر الدنيا. مفيش اي حدا رح يأذيكي. رح اشتغل ليل ويوم، ليل ونهار، عشان اجيب لك الفلوس واعمل لك العملية. ما تخافيش يا عمري، ما تخافيش. خليني اطلع اتمشى شوية تصدى علي النفس. يا ربي ساعدني وبس. الله، الشاطئ روعة، يجنن. حلو جدا جدا. خليني بعد شوية عشان ما نتبلش. والله نفسي اروح اسبح. مستحيل. شو انا راح اروح اسبح؟ فصل الشتاء قرب يدخل. الله جنن. يا ريت لو كانت معايا اختي هنا معايا، كنا سبحنا مع بعض مثل ما كنا صغار. الو، مين معايا؟ شو نسيتيني؟ السيدة. انتي يعني ام مراد؟ الو، عفوا نسيت اسمك يا سيدة. الكرك عادي، اسمي نعمة حبيبتي. اسفة جدا. نعم. شو؟ كأنك نسيتي الموضوع خالص. افتكرت. تمام. شو بدي اقولك؟ شو قررتي؟
مش عارفة، القرار صعب جدا يا سيدة، مستحيل أعمل كده يعني، صعب علي جدا. كيف؟ يعني لسه انت ما قررتيش؟ لسه ما قررتش ومش رح أقرر. خدي راحتك وقرري بسرعة، عشان أنا ما عنديش كتير وقت. هذه فرصة وما تخليهاش تضيع. يلا مع السلامة. الله يسلمك. كل يوم كده، شو الهموم دي كلها ورايا أنا؟ هاي السيدة نعمت وأختي وبابا والسيد مراد وكلهم، تعبت أنا، كلهم على راسي. مش عارفة شو بدي أعمل خالص، مش عارفة. إبراهيم أنا رفيف، أنا إبراهيم لا. الحمد لله إني هربت من البيت. لازم أدور عليها بسرعة، لازم أدور عليها، لازم ألاقيها في أي مكان. يا ترى كيف بدي أعمل أنا؟ لازم أسأل أي حدا، يمكن حدا يعرف بيتها أو أي حاجة. لازم ألاقيها بسرعة، لازم. خليني أروح من هنا أدور، بلكي بيتها منها قريب. يا ربي يا ربي ألاقيها، يا ربي يا ربي يا ربي. أتمنى ألاقي أختي العزيزة يا ربي. رفيف أخيرا لقيتك. مريم أختي يا روحي يا عمري، تعالي عندي، تعالي يا روحي تعالي. رفيف أخيرا لقيتك يا عمري، أخيرا وأخيرا يا روحي انتي. ما تبكيش يا رفيف، ما تبكيش، بترجاكي ما تبكيش. خلاص أنا هنا معاكي ومش هقعد مرة تانية عليكي يا عمري يا روحي. أخيرا لقيتك، وأخيرا شفتك يا عمري بخير. يا ماما يا عمري يا حبيب، هي عن جد ماما ماتت بالسجن؟ شو عم تقولي؟ كيف انت شو عرفتي؟ كيف عرفتي انه ماما ماتت بالسجن؟ كيف؟ انا سمعت مرة بابا هو عم يحكي في التليفون مع مرة اسمها ديما. شو اسمها؟ ديما؟ انت عمرك شفتي هذه المرة؟ لا ما شفتهاش اي مرة، بس اعرف اسمها. بس دايما كل يوم دايما هو عم يحكي معاها، وكان عم يتفق معاها كأنه. تعالي على البيت وكملي احكي لي كل شيء اللي بتعرفي قوليه لي. تمام رفيف، بس اوعديني انه ما تبعديش عني مرة تانية. اوعدك يا عمري، اوعدك، ما تخافيش. ده بيتك رفيف اللي بتسكني فيه؟ ايوه ده بيتي. شو عجبك؟ ايوه عجبني جدا، بس ملخبط شوية. عشان قديم شوية. الحمد لله اني لقيت بيته. بس الله انتي جميلة جدا صبحتي يا رفيف، كده حسيتك لبسك وشعرك وكل شي فيكي جنن. يا عمري انتي، وانتي نسخة مني. عجبت. انا جعانة جدا، روحي جيبي لي اي حاجة اكلها، من الصبح ما اكلتش اي حاجة. تمام من عيوني يا قمر، رح اجيب لك كل شيء. بس احكي لي اللي تعرفيه. تمام رح احكي لك كل شيء، بس جيبي لي اول حاجة اكل عشان جعانة جدا. تمام يا عمري تمام. يا ترى شو العلاقة اللي بتربط ديما وبابا؟ شو صار يا ربي؟ فكرني يا ربي، خليني اعرف الحقيقة كلها. لازم أعرف كل شيء وأسأل أختي على كل شيء بتعرفه عشان أعرف الحقيقة وأظهر الحق. وأنا رح حاسب كل حدا، سأل أختي وسألي كمان، رح حاسبه كلهم. شوفي شو جبت لك. بيتزا. أيوة بيتزا، يلا تفضلي بالصحة والعافية. الله تجنن يا ماما. شكرا يا رفيف، شكرا والله. عندي جدا ما اكلتهاش، اعطيني اكلها لحالي كلها. كليها، هي لإلك لحالك. تمام فرحانة جدا. يلا كلي.
يلا تفضلي يا حبيبتي، بالصحة والهنا. خليني اقعد انا هنا استريح شوية. فرحانة جدا. خليني اكل اول واحدة. يا الله لذيذة جدا، يسلم ايدك يا رفيف، انتي طباخة. اكلتها كلها، اسفة. لا، دي كلها لإلك، بالصحة يا عمري. شكرا. مريم، ممكن تجاوبيني على سؤالي تبع بدري؟ طبعا. شو سؤالك؟ نسيت. أفكرك. قلتيلي إنه بابا كان عم يحكي مع مرة اسمها ديما. أيوة، كان يحكي مع مرة اسمها ديما، وكان دايما بيقول لها أنا رح ألقى رفيف وأقتلها، وأنا كنت خايفة جدا، لذلك أنا هربت وكلمتك بالتليفون، عشان بابا لما طلع نسى تليفونه بالصدفة، وأخدتها كلمتك بسرعة عشان أحذرك، بس ما حذرتكش عشان بابا كان عم يفتح الباب ويدخل، لذلك أنا خلقت الاتصال وقعدت عشان ما يشلقش بيا. وشو تاني يعني؟ ومعرفتيش أي حاجة تانية؟ طبعا عرفت. وكمان كان دايما بيذكر اسمها، ودايما كانت عم تتصل فيه وعم تخبره كأنه عليكي انتي. مش عارفة انا كتير، بس هذا كله اللي بعرفه. وكان دايما بيقول انا رح ألقى رفيف ورح خبي مريم، ولازم رفيف ما تلقاش اختها. وانا كنت خايفة، كنت ما بعرفش ليش بابا بيعمل كده، وليش كذب عليكي واحنا جنبك اصلا مو في تركيا. يعني بابا كان عم يحكي مع هادي ديما، وكان متفق معاها على حاجة. ايوه، بس مش عارفة شو هي الحاجة اللي متفقين عليها. مش عارفة انا كمان، لازم نعرف. انتي بتعرفيها دي ديما؟ لا، ما بعرفهاش، بس لازم نعرفوها مع بعض. ولا لا، سيبك منها، اكيد هي مرة مثل بابا مو كويسة. ليش؟ بابا عمل لك حاجة؟ ايوه، كان دايما بيضربني لما اسأله واقول له ليش انت كذبت على رفيف، ليش قلت لها انه احنا مش في تركيا. يعني هو كان عم يضربك؟ ايوه، وكان يضربني وحش جدا. يا عمري خلاص، مفيش اي حد رح يضربك مرة تانية، انتي جنبي، مفيش اي حد رح يلمسك. تمام يا عمري يا مريم؟ تمام يا رفيف، اوعديني انك هتبقي معايا دايما. اوعدك يا عمري، اوعدك. تمام، خلاص. يلا نفرح شوية ونلعب. بدي اشوف البيت كله. الله، الكنباية دي مريحة جدا، رح نام فيها. لا طبعا، هتنامي جنبي في السرير. عندك سرير؟ انا ايوه طبعا عندي سرير. انا في بيت اللي كنت بعيش فيه مع بابا كان بس عندنا كنباية، وهو بس عنده سرير، وكنت انام دايما على الكنباية. خلاص، ما عاد رح تنامي على كنباية، رح تنامي في سرير مريح. ياي، واخيرا. وانا لقيت وشغل كويس جدا، وهذا الراجل اسمه مراد. هو مدير حلو جدا وكده، وأنيق وكده، وبس أنا ما بحبوش أكتر. يعني أنتي بتحبي واحد اسمه مراد؟ أسي يا عمري، أنتي يا رفيف بتحبي؟ كبرتي وصبحتي بتحبي؟ شو عم تحكي أنتي؟ كيف أنا رح أحب؟ طبعا لأ، بس أنا أحكي لك على الشغل. طيب كملي يلا احكيلي. لا، بس قلتلك عليه انه راجل كويس وانيق كده وتبع عمل وشغل هيك يعني. فهمت. طبعا فهمتي. ليش حتى خدودك حمر وكده؟ خدودي؟ لا طبعا مش حمر ومفيش اي حاجة. اكيد انتي معجبة بيه. قوليلي رفيف، يلا خليتيني قوليلي. انتي معجبة بيه ده الراجل صح كده؟ لا، مش عم تحكي مريم؟ ده الكلام اللي بتقولي لاختك؟ لا، انت معجبه بيه. طبعا لا، مو معجبه بيه اصلا. كيف رح اعجب
بمديري؟ لا عادي جدا. لا مستحيل، انا لازم اشوف هذا مراد. غدا رح تاخديني معك للشغل عشان انا مستحيل ابقى لهون في هذا البيت لحالي. اصلا بابا اكيد بيعرف بيتك. لا طبعا، كيف رح يعرفوا؟ لا لازم اروح معك للشغل غدا، لازم. تمام، رح تروحي للشغل، تمام. ياي اخيرا، يلا لازم اشوف بيتك كله. تمام، رح تشوفي بيتي. اوكي. شو المصيبة اللي عملتها في حالي؟ كيف رح اخذ مريم معي الشغل؟ كيف؟ اكيد هي رح تقول له انه وجهها احمر لما تحدثت عليك وقالت انه انيق وجميل وكده. يا ربي انا شو عملت في حالي؟ يا الله. الله يستر. يا عيني السرير روعة. واو. يجنن. ترى كيف يعني ما قبل ده الولد؟ لازم نشوف مراد ده، لازم نتعرف عليه ونحكي معاه. ده أسعد يوم في حياتي. ياي حبيبتي يا مريم، احنا الآن هنروح للدكتور نطمن على صحتك. يعني عشان انا كلمتك قلتلك انه عندي مرض خطير، بس ده انت كيف عرفتي انه عندك مرض؟ لا ما عرفتش بابا، كنت عم دوخ دايما، ودايما كان عم ياخدني للمستشفى وبيقولوا له انها مريضة بمرض خطير ولازم تعمل عملية، بس العملية غالية جدا، لازمها كتير فلوس. طبعا بابا كان مستهتر جدا وكان عم يرجع بيا للبيت، وكل مرة كل ما أدوخ ياخدني على المستشفى ويرجعني كل مرة للبيت ومفيش أي فايدة. يا روحي، يلا تمام، يلا خلينا نروح للمستشفى. تمام، رجعنا ورحنا. سؤالك الدكتور يا رفيف. أنا جاية وبعدين ارجع. تمام. يا روحي يا مريم، كيف بدي اجمع الفلوس دي؟ كيف بدي اجيبها انا؟ كيف راح اعمل لك العملية؟ الدكتور كان عم بيقول انه لو فضلت كده راح تموت، لو ما تعالجتش راح تموت. كيف بدي اجيب الفلوس؟ حتى الشغل لسه مجمعتش اي فلوس منه. كيف؟ مدة قصيرة وتموت، كيف راح أعالجها يا ربي؟ كيف؟ ألو مدام، اسمعيني، أنا موافقة على قرارك، أنا راح أحمل ابنكم. وافقتي؟ خلاص، اختك غدا رح تبني عليك ورح تنقلي شقة جديدة وكويسة، وانا رح ابعت لك رجالة عشان يساعدوكي في كل شيء. ما تخافيش يا رفيف، رح تعملي وتعيشي في حياة جميلة جدا. تمام؟ تمام، شكرا. انا ليش وافقت؟ ليش؟ انا اسفة يا مريم، اسفة يا بابا، اسفة كلكم. لازم احمل بابنهم عشان اختي تعيش معايا، خلاص لازم. ده احلى خبر في حياتي، هذا احلى خبر في حياتي، ابني رح يجي واخيرا. شو رايك يا رفيف؟ وافقتي طبعا. ده كله بفضلها، الله يخليها. الله يخليكي يا تيتا، الله يخليكي يا ماما نعمت. خلاص ابني رح يجي، انا رح اورجيكي يا رفيف. الله يخليكي. تمام، يلا خليني اروح اشتري حاجة البيبي كلها. يا ربي، الحمد لله الحمد لله، فرحانة جدا، مش مصدقة خالص. رفيف وافقت، وابني راح يجي
وكل شي. ده أحلى يوم في حياتي. خلاص مراد لإلي لحالي، ومفيش أي حدا يقدر ياخده مني.